إخوة الإيمان والإسلام، جاءت إذاعة القرآن الكريم في صورة من أبهى صورها. معنا قارئا حينما يقرأ القرآن الكريم ينشرح صدره ويطمئن قلبك وترتاح نفسك. قارئ طيب الذكر، إنه فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. معنا متحدثا أستاذ نبيل وعالم جليل يملك نواصي الكلام ويرتقي بالعقول والأفهام. تخرج الكلمات من فمه كالزهور وينتشر نفعها بين الناس كالعطور. إنه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور. معنا مبتهلا شاب أحب القرآن فصار من أهله، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار من مادحيه. حينما دخل عالم الابتهالات ارتاحت لسماعه النفوس. إنه فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن يكون المسلم في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ما أجمل أن يحقق المسلم العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. ما أجمل أن يغتنم المسلم هذه العشر الأخيرة في شهر رمضان. يعرف موت القلب بترك الطاعة وإدمان الذنوب وعدم المبالاة بسوء الذكر واحتقار الصالحين والأمن من مكر الله. نسأل الله الكريم أن نكون من عباده المخلصين. أحبتي في الله، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم، إلى حديث رب العباد إلى العباد، مع آيات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على لرأيته خاشعا متصدعا
مرضعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة، تلاوة القارئ الشيخ عبد الناصر حرج، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هذه الساحة الطيبة العامرة، ساحة مسجد الصلاح بمدينة سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية. جاهدا فيهم جاهدا أن يبعدها عن نفسه. رقم واحد الإمامة، ألا يكون إماما. إما المقصود بالإمامة الإمامة العامة، لأنه كنتوا عارفين كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وأنتم تعرفون جميعا أن عمر قد قالها عالية مدوية: لو عثرت دابة في العراق لسأل الله تبارك وتعالى عنها عمر يوم القيامة: لما لم تعبد لها طريقة يا عمر؟ وطرقنا كلها في المدن والقرى وفي كل مكان غير معبدة وغير مدللة، ولذلك فإنهم يتدافعون الإمامة
العامة أو الإمامة في الصلاة، لأن الإمام في الصلاة بيتحمل جميع تبعات المأمومين. كان كل واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عن نفسه الوصية، وربنا تبارك وتعالى يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينكم فلا إثم عليه. لأنني إذا جاءتني وصية يا ترى هل أضمن أن أؤدي هذه الوصية بحقها أو لا؟ كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يدفعون عن أنفسهم أيضا الوديعة، لأن من استودع وديعة فعليه أن يؤديها كاملة غير منقوصة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يدفعون عن أنفسهم الفتيا. وما أكثر المفتين في هذا الزمان، وما أكثر الذين يتجرؤون على الفتيا وليست عندكم العدة التي يجب أن يتسلحوا بها من أجل أن يفتوا خلق الله تبارك وتعالى. مع أن هؤلاء قد سمعوا أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار. ومع أن هؤلاء قد سمعوا أيضا من أفتى بغير علم فقد ضل وأضل، وهذا بلاغ للأمة وللشباب بصفة خاصة، الذي ربما لا تكون لديه العدة، ومع هذا فإنه يتعرض للفتوى ويدخل هذا الجنة ويدخل هذا النار. ما كان هذا مسلك رجال السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم وارضاهم، انما كان رجال السلف الصالح رضي الله عنهم يتنافسون في 5 أشياء. رقم 1: قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن تجعلك تكلم الرحمن تبارك وتعالى، ولأنك كما تعلم من السنة إذا قرأت آية من كتاب الله تبارك وتعالى فلك بها حسنة، كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى لك بها. أيها الإخوة الكرام، ونحن هنا في مسجد الصلاح بمدينة سنتريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وفي ختام هذه الأمسية المباركة يطيب لنا أن نرفع أكف الضراعة لله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس. طبيبي يا طه محمد أنت الهدى والزاد زاد لمن بالخير يزداد كيف أني واصف
محمد أنت الهدى والزاد زاد لمن بالخير يزداد اختار وصفي كيف أني واصف نورا به نور الإله يراد بالحسن أعلى الرب منزلة يا حبيبي بالحسن أعلى الرب منزلة أهدى الحبيب الكون أعياد على صفاتك يا حبيبي على صفاتك يا طبيبي على صفاتك فوق كل مكرمة يا طبيبي على صفاتك فوق كل مكرمة